Al-Habsyi wal Habib Akmal bin Syahab fi aqdin nikah auladihima ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى
طيب الكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق للحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برد من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراد التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب
أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من تصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر فأوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى تحياتي وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبية في مواتن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح مصلي عليه به فينبسط في قلبه نور تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا الصحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بودي وحبي ما أتر الأكوان بنشر ذكره نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله نعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأكدر الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقرها في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور
المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج تشوقي إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله
أتانا حبيب الله بالدين حقا أتانا الربيع وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا حبيب الله بالدين حقا أتانا شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول به نلنا القبول سبحان من قد أعطانا بقلوبه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا الربيع وفانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا به أتانا حبيب الله بالدين حقا أتانا وشهر به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى شهر به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى بقدومه لما بدا من كل خطب نجانا بقدومه لما بدا من كل خطب نجانا الربيع وفانا أقبل علينا حنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا حنانا به أتانا حبيب الله بالدين حقا أتانا يا رب صل يا سلام على النبي معي الظلام صل يا سلام على النبي معي الظلام والآل والصحب الكرام فالشهر فيه غنانا والآل والصحب الكرام فالشهر فيه غنانا الربيع وفانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا حبيب الله بالدين حقا أتانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حمل
حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسطنا في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا المشهد الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهية على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. صلى الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا
بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربوا يا أهل المثاني فهزر اليوم لغرد واستضيء بجماله فقى بالحسن تفرر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البوش ربي سعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبر صل يا ربي على حماد النبي بالأمين المشفع القيامة للخلائق أجمعين بكل حمد فلرب كل حمد جل يحصره العالم الله الله إذا حبانا بوجودي إذا حبانا بوجودي المصطفى
بالنبي كان سعاد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما كسر يا رسول الله أنا لديار قصدنا والله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين واهدنا نهجا سبيل نهجا سبيل كلبه نسعد ونرشد ونرشد ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زرود الله 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 ربي بلغنا بجاهه الله 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 في جواره خير مقعد الله 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 لولا النبي ما سعدنا الله 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 بمكة والمدينة وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا يا سلام مستمر يا مولاي كل حين يتجدد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله. Sallu ala Rasulillah. Berikut kita akan mengikuti porsi balat tasmiyah yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi alaihi badrul masykur. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Di tengah-tengah kita ada seorang anak laki-laki yang insya Allah sama-sama kita akan resmikan namanya, yang mana nama tersebut telah dimupakati oleh kedua orang tuanya dengan nama yang baik. Nama anak tersebut adalah Gavin Al-Fariski bin Erik Hermawan. Semoga anak tersebut menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsanya.
على هدينا وكنيا صلاح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Oh ya. Halo ala Rasulillah. Silakan yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidz jamaah dunika rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang mulia ini, tempat yang mulia di Masjid Hidayatullah, Allah telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita menghadiri suatu acara yang sangat mulia ini, prosesi akdun nikah antara dua hamba Allah, cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita akan berjalan baik dan lancar, mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam tak lupa pula kita haturkan buat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah nikah rahimakumullah. Hari ini Sabtu 20 September 2025 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Yang akan melangsungkan pernikahan adalah saudara Al-Wala As-Sayyid Muhammad Syaki bin Ahmad Mahdhar Al-Habsyi dengan seorang wanita bernama Asy-Syarifah Fatimah Syifa binti Al-Habib Muhammad Akmal Syihab. Yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab, wali mujibir ayah kandungnya Al-Akh Sayyid Muhammad Akmal Syihab. Adapun saksi yang pertama Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab dan saksi yang kedua Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Adapun mahar fulus Homsamiyah Alab Nubiyah Nagdan. Alhamdulillah. Demikian kelengkapan administrasi. Mari kita ikuti rangkaian proses ijab kabul yang mana akan diawali bacaan suratul Fatihah, dilanjutkan dengan khutbah nikah yang kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab alaihi wa masykur. Sallu ala Rasulillah. Nawaina mithla ma nawa aslafuna salihin inda tazwiji auladihim wa banatihim anna Allah yubarik lahuma
من هذا الزواج ويصحب لهما اللطف والصحة والعافية ويرزق لهما الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منهما الذرية الصالحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرة المرحوم من عذابه وسطوته المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم لدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاحرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأمر الله يجري إلى قضائه وقضاءه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة
وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة فناكه تكفروا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم معبرا على أنه من الشهوات واقي إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه وليتق الله في النصف الباقي فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد ثبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا سيد محمد شاكر بن أحمد مهدار الحبشي أزوجك على ما أمر الله به إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا سيد محمد شاكر بن أحمد مهدار الحبشي زوجتك وأنكحتك مخطوبتك ابنتي الشريفة فاطمة شفاء شهاب بمهر 500 rupiah أغلف نقدا 500 rupiah نقدا. qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'alif bainahuma kama 'alafta baina Adam wa Hawa wa 'alif bainahuma kama 'alafta baina Yusuf wa Zulaikha وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة. اللهم وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وغيرهما واجعل بينهما المودة والرحمة وارزقهما الطيب الكثير أنه لا ما يشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا
وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطر الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم سها بإنانه وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن ختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لعلي ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه.
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم يا رب تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحذ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم اهدنا الله يهديهم يا سلام والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah wa qiraatul Yasin wa tahlil wa tasbih wa du'a sallallahu ala nabi. Liman kana hadza dzikr alhamdulillah rahmatul hayyul qayyum jiddi al-habib Ahmad bin Muhammad al-Kab wa zawjatihi Hubabah Hamidah binti Muhammad bin Syahab wa auladihi wal habib Muhammad wal habib Abdurrahman wal habib Ahmad wal Alwi bin Ahmad al-Kab thumma ila rususun wa banatihi Hubabah Khadijah wa Fadlun wa Zuwariyah wa Kalsum wa Aliyah Mastur wa Zuwairiyah binti Ahmad al-Kab thumma ila rususun jiddil Habib Ahmad bin Muhammad bin Syahab wa zawjataihi Hubabah Hamidah binti Uthman al-Madhij wa Hubabah Syarifah Alwiyah binti Ahmad al-Idrus wa waladu al-Habib Hasan bin Ahmad bin Syahab wa banatihi wa Hubabah Syarifah Salmah wa Radah Aisyah wa Radah wa Asiyah binti Ahmad bin Syahab thumma sulhi wa furaj min sadatina ala ba'an wa ajmain thumma ila rususan almarhum ila rahmatul hakim sahibul haul sayyidul walid
داعي إلى الله الحبيب البارك الحبيب محسن بن أحمد الكاب لمن اجتمعنا هاهنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم برحمته والدينا والدين خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويل
لنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا هي وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah 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 ya Allah. Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة ويد الكرسي والثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذ اجتمعنا ها هنا بسببه المقبول الحي القيوم الداعي إلى الله الحبيب محسن بن أحمد الكاب أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن برحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة. أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذ الزنا ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس. رب العالمين حمد يوافي نعمك بمجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت نفسك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما لنا من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده ما قلنا من قولي يا الله يا الله ما استغفرنا ما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي ثوابها إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسل المهاجر محمد بن عيسى وابنه وبن الله صلى الله
الله الأستاذ العظم بين البقي المقدم الحبيب محمد بن علي بعد اسم إبراهيم والمقدم الثاني عبد الرحمن شقاق ثم إلى أرواح جميع الأب علوين مكان من شرق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين الحضر المنتقات الجزيل بالذات من الأب علوين العلماء والأولياء والصالحين منهم الحبيب حامد بن علي بن علوي بن عبد الله حداد وأخوه محمد بن علي بن حداد ثم إلى الحبيب علي بن شيخ شقاق ثم إلى الحبيب الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب أحمد بن سالم بن عبد الرحمن بن شقاق ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن محمد المنور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكاف ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن عامر الكاف ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب حسن بن أحمد بحسين ثم إلى الحبيب علي بن أحمد بحسين ثم إلى الحبيب راهب التربة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن عيد بن شهاب ثم إلى ربع شريف علي بن سيف بكر بن سالم ثم إلى الحبيب الطاهر بن محمد بن يحيى ثم إلى روح الحبيب أستاذنا محمد بن مسلم بن شهاب ثم إلى روح شريف علي بن مسلم بن شهاب أن الله يغفر له ثم إلى أرواح كافة المشايخ والأساتذة الأحباب وجميع المسلمين والمسلمات الله يغفر لهم الله يرحمهم ويسكن برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسببهم أن الله أن المذكور أسماءهم ولن نذكر منهم أن تعلموا بهم والأخص إلى روح أستاذنا الداعي إلى الله الحبيب محسن بن أحمد الكاب أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأنباتنا أنبات المسلمين عامة وشد لهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فكاك له من النار وإذقا له من النار وسترا له من النار وإجابة له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا واعف عنه واجمعنا وإياهم بذلك رحمتك مشرك برحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سبحان الله بحمده الدنيا والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا وشكرا كثيرا طيبا مباركا فيها على كل حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الحبائب وعلى خاتمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسبطيه الحسن والحسين وأمهم البطول الزهراء ذوي المفاخر والمناقب صلاة وسلاما دائمين أبدا سرمدا لا يحصيهما حاسب فنسألك اللهم بجاههم لديك أن تجزل لنا العطاء والمواهب وأن تصرف عنا جميع البلايا والمصائب وأن تلحقنا بهم يا ربنا يا الله في أعلى المراتب. أما بعد, yang sama-sama kita hormati Abu Ya Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shahab, dan yang sama-sama kita hormati Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi, dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Shahab, dan yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, dan segenap para hadirin yang tak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fakir kepada antum-antum semua. Al-Fakir selaku MC untuk mempersingkat waktu ingin menyampaikan daripada rangkaian Maulid baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hal Sayyidul Walid Ustaz Ad-Da'i Allah Al-Habib Muhsin bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Alhamdulillah sudah kita lalui bersama. Yang pertama yaitu pembacaan Maulid baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu
pelaksanaan akad nikah, kemudian selanjutnya pembacaan Yasin dan tahlil, kemudian selanjutnya yang akan kita lalui bersama yaitu pembacaan manaqib Sayyidul Walid Al-Ustadz Al-Habib Muhsin bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang insyaallah akan disampaikan, dibacakan oleh salah satu cucu beliau yaitu Sayyid Naufal bin Salim Al-Kaf. Kemudian pembacaan doa birrul walidain yang akan dibacakan oleh salah satu daripada cucunya yaitu Sayyid Ayyad Ali Ayyash bin Ubaidillah Al-Kaf. Kemudian masuk daripada yang terakhir daripada inti daripada acara kita pagi hari menjelang zuhur ini yaitu tausiah agama. Masyarul hadirin yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak daripada acara selanjutnya yaitu pembacaan manaqib Al-Ustadz Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwakkirul ulama wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir untuk membacakan sekelumit biografi Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf. Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 14 April 1932 Masehi atau bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1350 Hijriah. Dari pasangan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Ahmad Laju dengan Hababah Hamidah binti Muhammad bin Syahab yang lebih dikenal dengan sebutan Cik Nining. Nasab beliau Al-Habib Al-Baraka Al-Habib Muhsin bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Alwi bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Kaf bin Muhammad Quraikara bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sayyidus Sabab Ahlul Jannah Ibn Al-Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajha wa bni Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf telah menunjukkan sifat-sifat yang patut menjadi contoh. Antara lain, beliau taat dan hormat kepada kedua orang tuanya, sabar, dan yang paling penting beliau sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta memiliki ghirah yang sangat kuat dalam mempelajari ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Sifat sabar beliau tergambar dari cara beliau mengajarkan ilmu pada murid-muridnya, pada perlakuan orang-orang yang kerap menzalimi beliau. Bahkan beliau berpesan kepada anak-anaknya untuk belajar bersabar dalam menghadapi berbagai perlakuan orang-orang yang menzalimi mereka. Selain itu, beliau merupakan pribadi yang sangat menghargai waktu, baik untuk ibadah, mengajar, ataupun bermuamalah dan bermasyarakat. Al-Habib Muhsin di tengah-tengah keluarga merupakan sosok ayah dan guru yang memiliki uswah yang patut dicontoh. Sebagai ayah, beliau menjadi ayah yang sangat bertanggung jawab, baik dalam pendidikan anak-anak, memberi nafkah keluarga, menjaga keakuran dalam rumah tangga. Sebagai guru, Al-Habib Muhsin mendidik anak-anak beliau dengan syariat yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW, baik melalui pendidikan langsung maupun dengan sikap yang ditentukan oleh beliau. Dari perkawinan dengan Hababah Faridah binti Ahmad bin Syahab, beliau dikaruniai 7 orang anak, yaitu Sayyid Ahmad Zaki Al-Kaf, Syarifah Hamidah Al-Kaf, Sayyid Muhammad Nizar Al-Kaf, Syarifah Nafisa Al-Kaf, Sayyid Ubaidillah Al-Kaf, Sayyid Abdul Rahman Fahmi Al-Kaf, Syarifah Zakia Al-Kaf almarhumah. Pendidikan yang mendasar beliau dapatkan dari bimbingan ayahanda beliau, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Bimbingan yang diperoleh oleh ayahandanya antara lain selalu diajak sholat berjamaah, tilawatil Quran, ratibul haddad, pembacaan tahlil, pembacaan maulid, pembacaan qasidah dan lain-lain.
Di samping bimbingan dari orang tuanya, Al-Habib Muhsin belajar juga kepada tokoh-tokoh para habaib antara lain Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Hamid Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Syahab, Al-Habib Umar bin Syekh bin Syahab, Al-Habib Alwi bin Salim Al-Kaf, Mu'alim Umar dan Ustadz Umar bin Ahmad bin Syahab. Adapun secara formal beliau memulai pendidikan mendasar di Adabiyah tahun 1952 sampai dengan 1957. Lalu melanjutkan di Sanawiyah dan Aliyah di Sakana tahun 1957 sampai dengan 1962. Setelah itu beliau melanjutkan belajar di IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan mendapatkan gelar sarjana muda pada tahun 1965. Adapun guru-guru formalnya antara lain Kiai Haji Daud Rusdi, Kiai Haji Zainal Abidin Fikri, Kiai Haji Abdul Ghani Sedang dan Syekh Mutawali dari Mesir, khususnya mempelajari tahfizul Quran. Dakwah Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf selama 35 tahun beliau mengabdikan dirinya kepada Yayasan Adabiyah Palembang. Dan beliau benar-benar menikmati pengabdian ini. Setiap hari beliau datang mengajar dengan berjalan kaki sambil berzikir sepanjang jalan. Selama lebih dari 10 tahun beliau mengajar di Madrasah Asgah bersama Al-Ustadz Abu Bakar Al-Kaf. Bersama Ustadz Ali Bahrun mengajar di Ma'had An-Nasr. Banyak membantu orang terkait masalah ibadah, pernikahan dan masalah faraid. Mengisi cawisan fikih di berbagai musolah dan masjid antara lain Masjid Darul Muttaqin, Musola Al-Fakhr, Musola Darul Hijrah 13 Ilir, Masjid Hamamatus Salam, Musolah 5 Ilir, Musolah 3 Ilir, Musolah Riyadul Jannah Kampung Moro, Masjid Samiul Huda dan Musolah Yayasan 2. Pada akhir kehidupan beliau, intensitas ibadah beliau semakin meningkat. Giat dalam menghatamkan Al-Quran, melakukan sholat-sholat sunnah, membaca sholawat dan wirid-wirid antara lain. Selain itu, beliau juga berpesan kepada anak-anaknya untuk teguh pada thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diridhai Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sejak tanggal 8 Rabiul Awal 1430 Hijriah, setelah menghadiri Maulid Arba'in di rumah keponakan beliau jatuh sakit. Selama masa sakitnya, anak-anak dan istrinya kerap mendapatkan tarbiyah oleh beliau, khususnya tentang kesabaran beliau dan tentang keistiqomahan beliau dalam melaksanakan ibadah. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Rabiul Awal 1430 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah dengan penuh ketenangan. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang melayat dan mengantarkan jenazah beliau merupakan tanda hablum minallah dan hablum minan nas telah mulus dan sukses beliau jalankan. Semoga Allah selalu memberkahi dalam hidup beliau dan selalu memudahkan beliau dan menerangi beliau dengan ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada murid-muridnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا ووصنا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تهل به عليهم جوامع رضوانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك ومواتن عفوك وغفرانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها الضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت جوارحهم واشكر لهم ذلك
الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا لنا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أتعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بها آثارنا به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلامات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلى لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل له منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات وتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الألواهر إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا تقفهم منا على موقف افتضاح بما نبترح من سوء الاجتراء. اللهم ومن تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وما تصدقنا من صدقة فنميتها وما عملنا من أعمال صالحة فرضيتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك وصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أتياب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياه والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu tausiah mau'izatul hasanah, nasihat agama yang insyaallah akan disampaikan guru kita bersama yang datang jauh dari luar kota wilayah Palembang, yaitu Sayyidul Walid Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab fa'alihim falyatafaddalu mashkurin wa ma'jurin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salat badal, ada salat kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة الشرف درجة العالية رفيعه وبعثه مقام محمود الذي وأته يا رحم الراحمين ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية وعافية الدائم في الدين الآخرة وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبائب معاشر الأساتذة إخواني حاضرين جماعة مجلس مولد مجلس الحال رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Kembali kita dikumpulkan Allah untuk kesekian kalinya dalam rangka memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ditambahkan satu acara yang juga menjadikan kita lebih mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu peringatan haul guru kita, orang tua kita, Al-Habibul Barakah, Al-Ustadz Da'i ilallah biqauli wa fi'li Habibana Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kab rahimahullah rahmatal abrar. Ma'asyarul habaib hadirin rahimakumullah. Tadi telah bersama-sama kita bacakan Maulid Rasul Simtud Durar. Juga kita telah mendengarkan tadi sejarah kehidupan sekilas atau sekelumit tentang kehidupan sahibul hal Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kab. Alhamdulillah tusarrafna bifadlillah judi wa karamih. Kami adalah salah satu daripada sekian banyak murid-murid Ustadz Muhsin bin Ahmad Al-Kab. Dan yang kami dapatkan dulu, dan mudah-mudahan ini akan ada lagi dan bahkan kita harapkan lebih banyak lagi. Di SMP Adabiyah itu pendidikan SD SMP itu seperti madrasah, seperti pesantren. Kami masih ingat mendapatkan ilmu banyak dari beliau, di antara ilmu fikih, ilmu hadis, tajwid. Bahkan beliau minta maaf, tidak seperti orang-orang sekarang kalau ngajar paham, tidak paham terserah kau mau gitu. Yang penting aku sudah ngajar. Itu model zaman sekarang kebanyakan, terutama mungkin di kuliahan. Tapi beliau tidak, ikhwan. Beliau mendidik, mencontohkan benar. Saya masih ingat waktu itu kita di kelas lanang kalau kata Betino. Ada biar mungkin sebagian ikhwan yang pernah sekolah di Adabiyah, dulu lanang betino dipisah. Mudah-mudahan itu bisa balik lagi. Itu lebih membuat kita lebih khusyuk ibadah. Taklim itu ibadah, bahkan min afdal ibadah. Kita belajar fikih sama Habib Muhsin. Setelah kita belajar lalu dipanggil oleh beliau. Ditanya waktu itu bab fikih tentang rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat. Wallahi ikhwan, tak bakal ditemukan di pelajaran anak SD SMP sekarang. Paling global umum yang ada sekarang di pelajaran anak-anak kita sekarang. Apalagi di sekolah umum. Ini kita belajar dengan detail oleh beliau, dipahamkan.
Yang pelajaran itu mungkin tidak kita dapat kecuali di madrasah yang benar-benar madrasah namanya, atau mungkin pesantren. Waktu itu beliau bertanya kepada kami tentang syarat atau rukun daripada rukun khutbah itu adalah hendaklah dilapaskan dengan bahasa Arab. Ditanya, apa dia maksudnya ini, kata beliau. Bingung gitu. Khutbahnya ketawa beliau. Bukan khutbahnya galau-galau, bukan ceramahnya, tapi rukun-rukunnya. Dijelaskan ikhwan dengan sabar. Wallahu syahidna annahu minal muhsinin kal musamma. Annahu minal mukhlisin. Annahu minas sabirin. Itu yang kita saksikan pada beliau. Mujahid. Tiap pagi jalan dari Dr. Emisa Kuto itu kampung ini sampai ada dia jadi syahid. Seperti yang kita dengarkan dalam manaqib beliau tadi. Ikhwani rahimakumullah, kita sering dengar hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi dari apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Tapi mereka mewarisi seperti kita bagi waris, tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Ada yang dapat asobah, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat setengah. Begitulah keadaan para ulama. Ada yang mereka mendapatkan sekadar ilmu dari Rasulullah, tapi tidak memiliki sifat-sifat agung Rasulullah. Tapi sosok agung beliau ada padanya kesabaran, ada pada beliau keikhlasan, ada pada beliau ketawaduan, ada pada beliau keuletan, dan bermacam-macam sifat mulia yang mungkin anak keluarga beliau lebih paham, lebih tahu. Tapi kita yang cuma anak murid menyaksikan itu, ikhwan rahimakumullah. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, kita butuh pendidikan seperti ini. Nah sekarang kalau kita mengharapkan daripada pendidikan, apalagi kalau anak kita bukan sekolah di pesantren, nak mendapatkan pendidikan agama, akhlak, sifat-sifat Rasul itu solid, menghidupkan sunnah Rasulullah solid, maka pendidikan itu kita mulai dari rumah, dari kita sebagai wong tua di rumah tangga kita, ibu sebagai orang tua, bapak sebagai wong tua, kita yang mendidik anak kita. Dulu ikhwani rahimakumullah, awamnya kita orang ini paham tentang hal-hal yang saat ini dianggap tidak awam. Tentang sholat, tentang sunnah, tentang bermacam rukun-rukun wudhu, rukun sholat, segala macam. Kita dapatkan dari orang tua kita. Tapi sekarang kadang-kadang kita tidak dapatkan itu. Minta maaf ikhwan rahimakumullah, kadang-kadang kita tidak bisa mencontohkan kepada kita bagaimana sholat sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita sebagai yang tua, atau maaf kita sebagai mamang atau sebagai abibnya, kadang-kadang tidak mencontohkan kepada anak kita bagaimana cara Nabi SAW sholat. Sebuah cerita yang cukup menarik, kisah Imam Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, mufti Darul Hadrami, punya kitab yang luar biasa, Fatawa. Kitab beliau dibaca di Indonesia, di pondok-pondok Jawa, Buya Mustarsyidin dibaca. Ilmu luas, beliau orang yang azim luar biasa. Maaf, bukan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Abdurrahman maksud kami. Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur radhiyallahu anhu. Beliau suatu hari mampir ke rumah seorang rekannya di kota Seoul. Beliau mampir ketika itu sahibul bait sedang ada di dalam. Lalu dibukakan oleh seorang anak daripada rumah tersebut pintu, lalu dipersilakan Habib Abdurrahman bin Muhammad untuk duduk. Habib Abdurrahman duduk di situ. Subhanallah, ketika beliau sudah duduk, beliau memperhatikan ada seorang anak setengah baya, anak yang masih muda, meranjak dewasa, umur belasan, sedang melakukan sholat sunnah. Waktu itu waktu duha. Ini anak sedang sholat. Mulai dari awal diperhatikan, ini anak ngadep kiblat, meluruskan badannya, mengeluarkan siwak, pakai siwak, lalu dia mengangkat tangan, lalu dia rukuk, iktidal, sujud, sampai Habib Abdurrahman tidak berkedip ingat dia. A'jabani salat hadzal walad. Mengagumkan aku salatnya ini budak, luar biasa. Ma fatat min syai' min sunnah Rasulullah illa fa'al. Tidak ada satu pun sunnah Rasulullah aku perhatikan ado galo sama dia. Sallallahu alaihi Nabi. Dengan kacamata Habib Abdurrahman loh. Dengan kacamata Habib Abdurrahman mufti, alim azim. Dengan kacamata bukan orang awam, bukan orang alim sembarang, alim azim. Tak ada satu pun sunnah kusaksikan ada pada ini anak dalam gerak-gerik solatnya. Sunnah Rasulullah. Selesai solat, dipanggil oleh Abdurrahman budaknya, ya walad ta'ala, man ismak, siapa nama kau? Fulan bin Fulan. Ternyata anak kawannya tadi itu, anak kawannya tadi masih budak baru nak meranjak. Man allamaka sholat, aina ta'allamta fi ayyumaha. Siapa yang ngajak kau sholat? Kau mondok di mana? Kau sekolah di mana? Isyul walad. Wallahi ya ammi,
ma kharajtu minal bait illa lil hajat darurah. Ana ma ta'lamtu ila ma'had fulana wala madrasah fulana lakin ta'lamtu min abi. Man 'allamaka salat misal hadha. Siapa yang ngajarkan kau salat macam ini? Ini ra'aitu abi salat kama hadha. Aku nengok abahku salatnya macam ini. Maka aku ikuti cara salatnya. Aku pernah bertanya sama abah, "Ya abah, dari mana abah tahu salat model macam ini?" Yaqul abu min abi. Dari abahku katanya. Wa abu yaqul wa hasaltu min salat misal hadha min abi ay jiddi. Min abi ay jiddi. Jadi subhanallah ikhwan. Tetawarth ini warisan yang ini yang lebih penting. Warisan bagaimana menerapkan sunnah Rasulullah. Warisan bagaimana mengajarkan anak kita untuk bisa beribadah seperti yang dikatakan Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini ajaib ikhwan. Sekarang kita tidak perhatian seperti itu. Kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa di zaman kita ini. Ada salah satu santri murid habaib kita inilah. Mondok di salah satu pesantren habaib kita yang di Palembang inilah. Diajari oleh guru-guru kita Masya Allah tentang sunnah Rasulullah. Tentang sunnah Rasulullah. Bagaimana cara wudhu yang benar, sunnah solat yang benar. Suatu hari ini anak liburan main ke rumah habibnya. Solat berjamaah. Begitu solat selesai, solat sunnah. Kalau solat wajib berjamaah itu gerakan kita akan teratur ikhwan. Ini salah satu fadhail solat berjamaah. Ini tidak bakal ucak-ucak solat. Ini bakal gerak dengan rekan imam. Imam pun akan bergerak dengan baik insya Allah. Selesai solat, mereka solat sunnah. Si Habib ini solat sunnah. Minta maaf, solat sunnah sekendaknya baik. Latuwo Habib. Cucung nih nyinggung Habibnya, nangis. Wallahi ini cerita hak. Nangis. Habis semayang Habib ngomong, "Nang apa ada apa kamu apa nangis?" Nangis dia. "Ngapa kau nangis ada apa?" Habib semayang banyak nian, meninggal ke sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini anak dapat didikan di pesantren, tahu tentang sunnah Rasul. Sampai terpesona Habibnya, ya Allah. Cucung pun sampai nangis macam itu karena aku meninggal kebanyak dari sunnah Rasulullah. Sekarang berapa banyak ikhwan kita salat. Jazakumullah khairan Habibana Habib Muhsin ngajari kami salat benar. Wudu benar. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun kita tinggalkan. Tomak nina pernah kita negagong salat cacut baik. Memang ada tomak nina tapi sekedar tomak nina. Pas kita tegur dengan cara baik, ngapain dia solat macam itu cepat nian. Yang penting tomak nina. Benar jawabnya, benar. Kalau sekedar ngambil sah solat, tapi kau tinggalkan sunnah Rasulullah. Rasul tidak ngajar kita cut. Ada bacaannya diajarkan Nabi. Iktidal ada bacaannya, sujud ada bacaannya. Bahkan Nabi mengajarkan kita mengulang 3 kali. Dihadirkan hati kita, pahami makna yang begitu baca. Itu ajaran Rasulullah. Kalau sekedar saling penting sahabat la ilaha illallah. Baca kita telah menyedihkan hati Rasulullah. Ingat ya ikhwan, hiasi salat kita dengan apa yang dihiasi oleh Rasulullah. Tinggi makna sunnah Rasulullah itu. Berapa banyak sudah kita dapatkan dari majelis maulid tentang kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain jangankan sunnah, yang wajib pun kita lalaikan, kita teledorkan. Kita sekarang di masjid, masya Allah, Jumat, solat di masjid, ikhwan, ada etika, ada adabnya, kita jalan ke dah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Kalau masalah tentang kesabaran memang beliau sangat penyabar. Bahkan kami pernah menyaksikan, maaf ikhwan, dari zaman ke zaman murid kulil adab itu ada. Zaman beliau ada murid juga yang kulil adab. Sampai beliau hilang kesabaran, marah besar. Tapi setelah itu murid tadi dipanggilnya, dia yang minta maaf, anda tadi marah sama inti. Sallallahu alaihi Nabi. Murid ini kulil adab di kelas. Kalau sekarang kan di perkara gua kalau mabit, ya. Murid ini kulil adab, sampai kulil adab beliau lagi menjelaskan penesan. Ditegur masih, beliau marah, disentak dengan suara keras. Tapi setelah itu panggil yang budak tadi, oleh Habib Muhsin. Anak tadi marah sama inti. Ya Allah, kita butuh guru-guru yang seperti ini, ikhwan. Yang walaupun ketemu tidak macam di pesantren, tapi kita dapatkan seakan-akan kita duduk didikan oleh guru-guru kita yang murabbi, yang mendidik kita di pesantren. Ikhwani rahimani rahimakumullah, alhamdulillah. Tadi kita saksikan pernikahan daripada waladna, cucung daripada Habib Muhsin Syakir bin Muhdar Al-Habsyi. Mudah-mudahan pernikahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita bicara tentang sosok Rasulullah sebagai uswatun hasanah, maka pastikan beliau adalah seorang abah yang paling sempurna untuk dijadikan contoh. Beliau adalah seorang yang dalam posisi menantu yang paling sempurna untuk dijadikan contoh. Beliau adalah Rasulullah, kalau nak jadikan contoh mertua yang paling sempurna, beliau dalam posisi itu. Beliau adalah seorang ayah yang tidak usah kita ragukan. Beliau sendiri mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah dalam memperlakukan anak keturunan keluarganya. Aku yang terbaik di antara kalian. Yang terbaik di antara kalian adalah yang memperlakukan anak keluarganya dengan baik. Aku yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Aku yang terbaik, kata Rasulullah. Kita banyak dapatkan cerita-cerita bagaimana kehidupan Rasulullah dalam rumah tangga beliau. Beliau menghidupkan salat sunnah di rumahnya, ikhwan. Beliau membaca Al-Quran di rumahnya. Beliau bersemah lembut dengan keluarganya. Dan beliau meyakinkan juga kepada keluarga tidak akan pernah ada satu pun yang syubhat apalagi yang haram untuk masuk ke rumah tangganya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga kita, ikhwan? Kadang-kadang kita tidak lagi peduli, yang penting anakku makan, yang penting biniku senang. Tak peduli sumber rezeki kita dari yang halal ataupun yang diharamkan. Ketika kita sudah memberikan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram, jangan salahkan bini kalau bini jadi teka. Jangan salahkan anak kalau anak tidak nurut dengan omongan kita. Karena kita sendiri telah meracuni mereka. Bahkan menyedihkan, berapa banyak di antara kita, ikhwan, anak masih dalam kandungan bini kita sudah kita cekoi dengan duit haram. Na'udzubillah min dzalik. Habibana Syakir, ittaqillah. Khutbah nikah itu isinya banyak wasiat tentang taqwallah, taqwallah, taqwallah. Bertakwalah kepada Allah, urusan hidup kau dengan bini kau akan dilindungi, akan dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la wa in kanu fuqara yughnihumullahu min faqri. Kalaupun kita tak mampu, Allah akan kayakan kita min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Hidup contohlah hidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Maulid Habsyi, Imam Ali mengatakan sifat agung Rasulullah itu bisa disimpulkan dengan dua kalimat. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak Nabi berucap, tidak Nabi berbuat kecuali semuanya baik. Tadi waktu akad nikah pun engkau, wahai Syakir, pengantinnya dah kata mudah-mudahan dengar. Ya, daripada adat salaf kita ketika akan nikah ada wasiat sedikit dari mertua, calon mertua. Apa kata mertua? Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min sakin bima'ruf. Aku kawin ke kau dengan anakku atas perintah Allah agar engkau perlakukan dia bima'ruf, dengan cara yang baik. Ayuhal habaib hadirahmakumullah. Wahai pengantin, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma Rasulullah. Yang mendekati kesempurnaan hanya orang yang hidup bersama Rasulullah. Karena beliau sendiri mengatakan khairul qurun qurni. Sebaik-baik zaman adalah zaman aku, kata Rasulullah. Maka satu kesalahan besar ketika seorang mertua nuntut mantu harus sempurna, atau seorang suami menuntut istri harus sempurna, atau istri menuntut suami harus sempurna. La, kuluna du'afa, kuluna fuqara. Tapi kita akan mencoba untuk menjadikan Rasulullah, laqad kana fi Rasulillah uswatun. Rasulullah jadi contoh kita bagaimana beliau di dalam rumah tangganya. Kita bisa contoh dengan musalsal, bukan cuma lewat ilmu, ikhwan, tapi insyaAllah seperti yang kita ceritakan bagaimana Habib Abdurrahman menyaksikan tadi. Anak nyinggung abahnya mak mana di dalam rumah tangganya. Abah tadi dapat dari kakek, kakek terus sampai bersambung kepada Rasulullah. Maaf, bukan cuma nasab kita nyambung, bukan cuma ilmu kita nyambung, tapi perbuatan, akhlak, tingkah laku kita pun menyambung, bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang terbaik menjadi seorang menantu. Beliau adalah menantu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah menantu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah yang terbaik menjadi seorang mertua. Beliau adalah mertua buat Sayyidina Utsman bin Affan, dan beliau adalah mertua buat Imam Ali bin Abi Thalib. Ikhwani wa ahbabi rahimakumullah. Allah bi'iyalina. Selamatkan keluarga kita, ikhwan. Zaman fitnah luar biasa. HP yang paling dahsyat memerangi diri kita dan anak-anak kita. Keburukan HP ini sangat luar biasa. Di antara keburukannya muncul zaman sekarang ini yang nyampaikan kawan anak dewek yang ngalami. Gara-gara HP anak dak pacak ngomong. Anak dak pacak ngomong. Bukan karena lak-laknya pendek, karena main HP terus. Siapa yang ngomong? Dokter menjelaskan ketika ni anak dibawa ke dokter, ngapu sudah masuk 2 tahun lebih tak pacak ngomong. Tanya dokter, budak ini main HP dari kapan? Dari umur belum nyampe setengah tahun. Lah sudah jadi mainan dia. Naik setahun lagi terus.
hanya keluh lidahnya. Tak baca ngomong ikhwan. Bahkan ini dialami oleh salah satu asatis kita. Kalau asatis besar ni di anak ya, apalagi yang bukan dibebaskan sering kita. Ada acara haul, ada jenazah, budak kecil di depan, bukan baca Quran, main dengan HP-nya. HP ikhwan. Allah telah berwasiat kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ana habaib asatis ngajar di majlis, kamu duduk di majlis bainal isya'ain, nyambung lagi badal isya'. Ish khabar ahlana fi bait. Apa kabar anak bini kita di rumah? Kita majlis dari majlis kita maulid ni, masya-Allah, asar nyambung maghrib nyambung isya'. Apa kabar bini kita di rumah? Inilah gawi dia. Terlepas mereka menyaksikan yang diharamkan Allah, mereka telah mendapatkan kerugian yang banyak, apalagi bainal isya'ain, waktu yang sangat berharga. Waktu yang sangat mulia dan dimuliakan oleh para salafun as-salihun. Mereka tidak pernah melalaikan itu. Dan ini kita dapat tarbiyah dari orang tua kita dulu. Ma bainal isya'ain ma fiha illa ta'ah. Kalau dulu tidak banyak majlis mengenang Habib Muhsin Ubay, sedih Allah ikhwan. Kalau kami jadi beliau dulu mungkin tidak kuat jadi ustaz. Memang masya Allah tahun 2000 ke Poco majelis mulai makmur. Zaman beliau itu setelah Ustaz A meninggal, beliau menghentikan ngajar di Darul Muttaqin. Suara naik mic Poco. Yang kita kami betulan kita masuk nyengok wong 8 di jigo. Cuma wong 8 yang duduk ngadep beliau 3, yang lainnya nyendai di gedek. Di tempat lain seperti itu. Bukan hanya beliau, asatis yang lain pun sama. Ustaz Muhammad bin Hamid bin Syekh Bakar pun mengalami hal yang sama. Kami tahu dari Abi Umang, Allah yarham, Umang Jamu di Muaro. Zaman dulu zaman orang tidak begitu peduli dengan majelis. Beliau ngajar, datang ke Langgar, yang hadir cuma wong 6 wong 7. Apa pesan dia? Kata beliau, kamu nih wong 7 nih kan pacar istiqomah. Jangan ganti-gantian. Jadi ilmu itu selesai. Kalau kita ikhwan, tanya wasati sih ada sekarang. Punya murid yang hadir datang ngancap nih wong 10, wong 12, wong 5. Mungkin 3 minggu dah ngajar lagi kan. Tapi kesabaran yang luar biasa. Keikhlasan yang sangat nampak. Keberkahan pun kita rasakan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak keturunan beliau. Banyak akan timbulkan oleh Allah, termasuk yang baru menikah tadi, dan semua anak cucu beliau menjadi penerus beliau, menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Bukan cuma ilmu, tapi contoh dalam sikap perbuatan, keikhlasan, ketawaduan dan rahmah yang luar biasa pada diri beliau. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para guru-guru kita, para syabin-syabin kita ini dipanjangkan Allah umur mereka dalam sehat wal afiah, dalam taat, dan siapapun yang sakit dari keluarga kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat bala dan musibah, dan mudah-mudahan Allah terus berikan kita kenikmatan demi kenikmatan yang kita pandai mensyukurinya, dan insyaallah perkumpulan menghantarkan kita untuk berkumpul bersama para salafun as-salihun dan bersama baginda Rasulullah SAW. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir selaku MC izin mengundurkan diri, dan Al-Fakir mewakili daripada panitia Maulid Baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW dan Hall Sayyidul Ustaz Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf, kepada para habaib dan para asatidz dan para hadirin mengucapkan ribuan terima kasih dan ribuan mohon maaf di dalam penyambutan ataupun penempatan yang kurang layak, dan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Fakir mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la